هالزرخ محور حلقة ديان اديو بتاوي خزيان المخبة بتهمزمخ بوت تشجير أو أني حملات كل دي نوايا جو أطران بهمزمخ بوت أهمية دي بوت يطران دي فوائد دخب خزخلة جو خيوتا يوميتا أكيد هالزرخ قال خنخا تشرارخا تقرير بخزخ بوش زودة بوت أهمية بوت دخي ماسخ ماطخ الخا أطرا مليا من تشجير بخيلت آلة بخزخا وتشرارة وبديرخ من نوخن بتاوي لن أرخ تأكيد بأرخة سكايب بهمزمخ بوش زودة منه بأهم دي خزخات إشرار بديرخ. المناخية على نينوى مما جعل الحكومة المحلية ومجلس محافظة نينوى تتجه نحو خطوات إيجابية في إطلاق عدة حملات للتشجير ساهم فيها جميع الدوائر الرسمية بالإضافة إلى عدد من المنظمات المختصة في حماية البيئة. طبعا بدعم مجلس محافظة نينوى انطلقت حملة لزيادة المساحات الخضراء في محافظة نينوى بتاريخ 24/10/2024 زراعة آلاف الأشجار. تم زراعة خلال بعد تحديد مساحات معينة داخل المدينة، وكذلك تحديد مساحات في الأرضية والنواحي، توزيع هذه الأشجار على هذه الأرضية. طبعا هذه الحملة ساهمت كحملة أولى، طبعا هذه لأن الزراعة يمكن كانت فترة شوية أيضا قصيرة، ساهمت في زيادة أعداد الأشجار في محافظة نينوى. الشتلات المليون توزعت في عموم محافظة نينوى بمركزها وأقضيتها ونواحيها. دور الإعلام كان حاضرا في حملات التشجير والتوعية التي تعد ركنا أساسيا في استدامة هذه الشتلات التي غرست والتي تحتاج إلى رعاية مستمرة. نحن في قسم مراقبة تقييم نوعية المياه، شعبة مراقبة تقييم نوعية المياه في مديرية بيئة نينوى، في متابعة مستمرة لنوعية المياه في محافظة نينوى، ونقوم بزيارة مرتين في الشهر بمسح نهر دجلة بأخذ مناطق معينة، كذلك متابعة مشاريع الإسالة في المحافظة ومتابعة مياه الجوفية مياه الآبار في المحافظة للوقوف على نوعية هذه المياه ومراقبتها خاصة في مختبرات. اليوم نحن كإعلام في مديرية بيئة نينوى وكتوعية نتوجه إلى المواطنين الكرام بضرورة الحفاظ على المساهمات التي يعني نفذتها قطاعات الدولة ودوائر الدولة في التشجير في محافظة نينوى من خلال استدامة وإنعاش هذه حملات التشجير. كما لا بد أن المواطن أن يكون له بصمة ودور ليضفي لمدينة الموصل الطابع الأخضر ويعيد البريق أم الربيعين من خلال المساهمة في تشجير في مناطقهم سكناهم أو استثمار المساحات المتروكة بالتشجير. زراعة أكثر من 1,000,000 شجرة في نينوى هي حملة انطلقت بهدف حماية البيئة والحد من التلوث وتحسين جودة الحياة واستعادة الغطاء النباتي لأم الربيعين. للسريانية العراقية عماد الأمين، الموصل. درم من نوخن خزيان مخبة بردة وتشرار السودان أكيد من موصل خبيوتا وديلنايد بتهمزمخ من أرخت ديلنايتا بيئاها ملوءا أو موضوع بتها ومنن ست ميسة اللوس مدير بيئة الحمدانية. صباح الخير ست. بريخ صفراء شو معين له أني تشماي لأن ست ميسة بشينا بيخ بخلقتن إديوم. راح نتكلم أكثر عن أهمية التشجير وطريقة أو طرق الحد من التلوث البيئي. بس بالبداية أحب أنتفد تعريف موضوعنا على البيئة. أكيد تفضلي. والمحدورة فالمحدورة هي كل ميديم حاية ومو محدوره بهون هولي وملوئة دلو حاية أخمايو وعفرو وكل وسطار. أكيد ست ميسة، نبدأ سؤالنا الأول عن كيف يساعد التشجير في الحد أو في تقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو. اوكي. ثاني اكسيد الكربون، النباتات تمتص ثاني اكسيد الكربون خلال عمليه البناء الضوئي. تمتص ثاني اكسيد الكربون وتحوله الى اكسجين وسكريات تستفاد من
يعني البيئة بصورة عامة، الإنسان والحيوان. فبهيك الحالة يتقلل الثانوي أكسيد الكربون ويزيد عندنا الأكسجين. ما هو دور الأشجار في تحسين جودة الهواء وتقليل الملوثات؟ نعم، بتحسين جودة الهواء الأشجار تمتص المركبات الكيميائية الضارة مثل أكاسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، تمتصها وتحولها إلى مواد تستفاد منها النبات وتنطينا أيضا هي الأكسجين. فبهذه الحالة ليحسن لنا الهواء. أكيد ست ميسة، ممكن تحكي لنا أكثر عن التلوث الضوضائي اللي تعاني منه المدن؟ أكيد في المدن الكبيرة وخصوصا العواصم نلاحظ ضوضاء كثيرة يعني ممكن تكون، شلون ممكن نقلل من هذا الشيء من خلال التشجير؟ صح. طبعا أكيد التشجير يأثر هواية على موضوع الضوضاء، بس ما يكون إنه يعني أشجار مثل ما نقول منفردة، يكون غطاء نباتي. فمن يكون عندنا هذا الغطاء النباتي راح يصير عندنا مثل عازل صوتي يمتص الضوضاء الأصوات ويمنعها من التشتت. فبهيك حالة إنه نكون سيطرنا على التلوث الضوضائي بالمدن، يعني أكيد مدن الحضرية. زين ست، ممكن نعرف شلون يأثر التشجير في حماية التربة؟ في حماية التربة، الأشجار طبعا جذورها هي راح تلتصق بالتربة، تمسك التربة، تمنعها من الانجراف اللي يكون بسبب الرياح والأمطار الغزيرة. فهنا راح يكون عندنا حفاظ على التربة، نحافظ على خصوبتها ونحافظ من يعني نمنع التصحر أو نخفف من التصحر. أكيد ست، بالنسبة للتنوع البيولوجي ممكن نحكي أكثر شلون ممكن أو خلال إيش قد نشوف نتائج هذا التنوع، يعني من خلال كل مبادرات التشجير اللي نلاحظها في عموم البلاد، خلال إيش قد ممكن نشوف تنوع بيولوجي؟ صح. طبعا التنوع البيولوجي بسرعة يتأثر بالتشجير. يعني هسه شوفين إذا زرعتي شجرة واحدة إيش قد راح يتجمع عليها طيور. فإذا مثلا سويتي غابة إيش قد راح يتأثر إنه يزداد عندك طيور والحشرات، ديدان، يعني هواية الأمورات هذه. فيأثر على التنوع البيولوجي، يزيد لنا من التنوع البيولوجي، لأنه هي الأشجار تعتبر هي موائل طبيعية لهاي الحيوانات. زين، ممكن ست نعرف التشجير شلون يساهم في تحسين المناخ وتقليل درجات الحرارة؟ الأشجار بعملية النتح راح تنطينا بخار الماء، وهاي بخار الماء ايش راح يسوي؟ يسوي لنا رطوبة. الرطوبة طبعا تقلل لنا الحرارة، تزيد لنا البرودة، إضافة إلى أنه الأشجار تسوي لنا ظل، والظل هو يعني مكان يسوي لنا في باردة شوية تكون. فبهيك أنه من تكون عندك مساحة هواية مشجرة فعندك هواية رطوبة، عندك هواية ظل، فيكون تأثير على المناخ المحلي. هنا نحكي يعني مو ما نقدر يعني انه مثلا تزرع شويه اشجار ياثر لك على المناخ العالمي، لا، انه على مناخنا المحلي نقدر انه هيك تغيير بسيط مثل ما نقول. اكيد ست، تفضل سرقان. زين ست، ممكن نعرف انواع الاشجار اللي تساعد اكثر بالتقليل درجات الحراره وهذا الاشياء؟ يعني هل اكو اشجار نوع خاص؟ الاشجار طبعا صار هوايه دراسات على انواع الاشجار، بس اكثر الاشجار اللي دا ينصحون بها واللي وزارتنا عممتها، وزاره الزراعه ووزاره التعليم، اشجار السبحبح، اشجار السدر. اكو يعني وزاره التعليم همينه او الزراعه نصحوا بالزيتون. احنا كبيئه انه شويه عندنا تحفظ بالموضوع، لانه يقول لك الزيتون ما ينمو بسرعه وما يوصل يعني ارتفاعات عاليه مثل السبحبح، اليوكاليبتوس، هذول اعلى.
فبس انه طبعا اذا تريد انه تضمن مثل ما نقول شويه تاثير بيئي وتاثير اقتصادي، فطبعا الزيتون هو يكون اختيار جيد. أكيد. ست ميسة، ممكن نعرف أكثر أو تحكينا أكثر عن التلوث المائي، شلون ممكن نساهم من خلال هذه المبادرات بتحسين جودة المسطحات المائية؟ مثل ما قلنا سابقا انه الاشجار هي تمتص الملوثات. نعم. فعاد هي تمتص ملوثات الهواء وتمتص ملوثات الماء، وتمنع انه شويه انه الانجراف الجريان المياه السطحيه اللي تكون محمله بالملوثات. فهيك حاله يعني شويه نقلل من التلوث المياه. أكيد. نعم ست ميسة، نحب نعرف أكثر عن حاليا مبادرات التشجير أو حملات التشجير المقامة في سهل نينوى. نريد نعرف أكثر عن خطط مستقبلية، إلى أين تتجه هذه المبادرات وشنو خطط مستقبلية في هذا الموضوع؟ طبعا احنا دائما عندنا اجتماعات هوايه، مناقشه مشاريع ويا بلديه الحمدانيه ويا القائم مقام حول انه نسوي حملات تشجير. خطه انه مثلا نسوي مصد رياح لسهل نينوى، مصد رياح طبيعي يعني. فدا نشوف بعد التباحثات على المنطقه اللي راح تكون هي مثل ما نقول حزام اخضر. واحنا كوزاره بيئه دخلنا يعني سوينا حملات تشجير للمدارس، هدف انه همنا نخلق جو صحي للطلاب ونزرع بيهم حب الطبيعه وحمايه الطبيعه. يعني من هم وزاره تعرفين هذا الجيل انه اهم فئه انه تنمين هذا الاحساس بيها انه انت مسؤول عن البيئه. يعني يعني نسوي هاي الحملات وندور انه اهم شيء حملات زراعه للمدارس. ست، ممكن نعرف هل التشجير له تاثير على صحه الانسان؟ طبعا شيء اكيد على صحه الانسان. اول شيء مثل ما قلنا انه هي تزيد لنا الاكسجين، فهنا انه تصير عندك انه من تشوف مكان انه ما بيتلوث، امتصت الاشجار التلوث ثاني اكسيد الكربون والملوثات وانطت لك اكسجين، فهذا ياثر على الصحه. وبالنسبه مثلا للصحه النفسيه، هسه اي واحد يروح مثلا يكون متضايق ويروح البارك يشوف يعني مناطق خضراء وهذه هيك راسا نفسيته تنفتح، وهذه فاكيد ياثر على النفسيه، الصحه النفسيه. الحديث جدا مشوق مع حضرتك، واكتسبنا هواي معلومات ومن خبرتك اكيد. شكرا كونك ضيفه ويانا في صباح الوطن، ان شاء الله يكون لنا لقاء ثاني ونتحاور بمواضيع اكثر. اكيد. شكرا لك ست.